عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. ان شاء الله النهاردة هنعمل بقى حبة معجنات في منتهى الجمال. شايفين جميلة ازاي باشكال مختلفة. ويلا بقى بينا يا حبايبي على المقادير. النهاردة هستخدم بس معلقتين خميرة اللي هي الفورية ومعلقتين من السكر على كوباية حليب دافية. هخليها بس كده على جنب تتفاعل معايا تمام كده اهوت. تمام. هجيب بقى طبعا العجانة اهوت. طبعا انا مستخدمة 6 كوبايات من الدقيق نخليهم اهوت. احط عليها معلقه صغيره البيكنج باودر ورشه من الملح واقلب طبعا كل دوت. تمام اوي كده. طبعا انا مستخدمه كوبايه من السمنه عليها تلت كوبايه من الزيت واخليها كده في العجان لحد ما تعمل معايا حبيبات الرمليه ديت. تمام. ويا سلام بقى لو عندك معلقتين من القشطه تخليها ريحه في منتهى الجمال. وطبعا الخميره اتفعلت معايا هي. والحليب طبعا حسب ما العجينه ما تلم معايا. انا عايزه عجينه مفتوحه. تمام كده اهوت. انا خدت طبعا معايا مع كوبايتين من الحليب. شايفين جميله ازاي ولينه وريحتها بقى تحفه. تمام اوي كده. طبعا بقى انا هسيبها تختمر معايا. طبعا بتاخد بس الجو البرده ده بتاخد قد ساعه كده في التخمير. تمام كده اهوت وارجعوا لي تاني. تمام اوي كده. بعد ما اختمرت معايا يا حبايب قلبي في منتهى الجمال اهوت هفضي بس منها الهوا. وتعالوا بقى نعمل احلى معجنات باشكال مختلفه. هغطيها بس كده عشان ما تنشفش معايا. العجينه طبعا العجوه في منتهى الجمال هيتحط عليها حته زبده عشان تبقى لينه معايا وريحتها تحفه. طبعا دي صينيه انا دهناها زيت بسيط. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هعمل بقى كده اول شكل معايا اهوت. هفردها كده. هعملها زي هيئة وردة كده. شايفين؟ او تقدر تقول مثلا زي عباد الشمس كده. الوردة بتاعت عباد الشمس اهي جميلة جدا. طبعا المقص ده انا بستخدمه في المطبخ. شايفين تحفة ازاي. تمام او كده. شايفين احنا عملنا وخلصنا اول صاج معانا اهو. صينيه جميله. وطبعا انا هفتحها كده من النص كده اضغط عليها واحط عليها حبه حليب كده عشان عايزه احط عليها حبه سمسم. تمام. او هسيبها بقى تخمر معايا. وتعالوا بقى نعمل شكل تاني. هنعمل بقى عمليه ديت زي هيئه رول كده اهوت. العجوه طبعا احطها في النص اهو. تمام او كده. هعمل شكل بسيط كده اهوت. هعملها حلزوني كده اهوت بس هعملها بقى بشكل جميل. القطعه اللي عندي دي تحفه اهو. شايفين اهو كده. هلفها بقى رول. تمام. او تعمل بقى شكل حوالين داير كده اهوت. اول فتحه والتانية شايفين اهي. شايفين جميله ازاي. تحفه. طبعا الشكل ده لكم في مطلق الحريه بس انا بديكم الفكره حبايب قلبي. نعمل تاني اهو. القطعه دي بتعمل شكل جميل جدا وزي ما انتم شايفين اهو الحروف. تمام اوي كده. كملت طبعا الصينيه واسيبها برضو في التخمير. وتعالوا بقى نعمل حبه قرص بقى جميله كده بعجوه اهو. العجينه لينه جدا وحلوه مساعده معايا اهو. تمام اوي كده. افتحها كده بس بالسكينه تديني شكل كده اهو. واخيرا خلصنا بقى الشكل التالت. يلا بقى يا حبايبي ندخل بقى الفرن على درجه حراره 180. بيقعد في الفرن تلت ساعه زي ما انتوا شايفين اهو. اديها بس رشه ميه بسيطه كده عشان تطلع المعجنات طريه واغطيها زي ما انتوا شايفين اهو. ادي جمالها وريحتها تحفه ولينه جدا. وشايفين بقى مفيش ولا اجمل ولا اسهل من كده.
الله على الجمال، تحفة. يلا بقى يا حبايب قلبي جربوا، قولوا لي ايه رايكم. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنساش بقى شير ولايك واشتراك في القناه عشان ينزل كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.